عربي وبسمع طربي دايما زحمان وحمامي مليان. مهما كنت تعبان حبة بنادول بتصير سعدان، اي اشي خربان تطفيه وضوي برجع سرحان. كيف ما بقى يا جماعة البيت العربي بتحس فيه قوانين وقواعد تخترق الأوزون، تفوق الفضاء، أينشتاين يتألق، نيوتن يتشعلق، عادات سيئة ما لها داعي. يا جماعة كلنا عارفين ايش يعني هذا الاشي، هذا الاشي اسمه هيجين. للي ما بعرف بنحط جنب المغسلة مشان تغسل ايديك فيه، تمام الوضع طبيعي. الطبيعي انه هذا الاشي بس يخلص نرميه، انتهت صلاحيته، انتهت مدته، خلص خلص. اللي بيصير بالبيت العربي انه بنعبيه مي، ليش غالي؟ مش غالي والله ما هو غالي، يعني بامكاننا نجيب واحد ثاني، بامكاننا نجيب نوعية ثانية، مش نعبيه مي ونقعد نفرك فرك لحتى يطلع معنا صابون. ليش هالعادة السيئة موجودة في البيت العربي؟ ليه يا عمي؟ خلص خلص، انا مش ضروري اعمل احتكاك حراري في ايدي حتى يرغي، خلص خلص، ما فيش فيه كبه يا زلمه. البنادول يا جماعه ممكن تحكي لي للصداع ماشي، بس بالبيت العربي مكسور بنادول، مسهول بنادول، ممغوص بنادول، راسك وجعك ايدك بنادول. يا عمي وصلت لمرحله لما اطفر اخذ بنادول. السيئة الموجودة كمان في البيت العربي، إذا فت تتحمم والمي سخنة ومبسوطة حالك، إذا حدا فتح حنفية المجلة بتبرد عليك. طب ليش العطل الفني هذا موجود في البيت العربي؟ نفسي أفهم. ما شفت بيت أجنبي مثلا فات يتحمم وبس مرته فتحت المجلة بردت عليه، ليش بتبرد عليه؟ يا عم بديش تحمم، اجلو اجلو يا عم اجلو، ليش الموجود هذا العطل عندنا؟ الغسيل يا جماعة يعني والله أنا وصلت لمرحلة يعني تشتت تفكيري، يعني معقول الغسالة لأنها منتج أجنبي بتكرهنا؟ معقول بتكرهنا الغسالة؟ نفسي ومنى عيني وحلم حياتي اني اغسل جوز جرابات ويرجع لي كامل، دائما يا برجع لي فرده واحده يا اما فردتين كل واحده لون، يا اما فردتين نفس اللون بس واحده مخزوقه. يا عمي معقول الغسالات بتكرهنا؟ معقول تخطيط صهيوني؟ ما هو مش منطق صرت شاري 200 جوز جرابات يا زلمه راتبي كله راح على الجرابين يا زلمه راح. خلينا ننتقل لشخصيات موجوده في البيت العربي. اول شخصيه الشخصيه المتدينه، هذا المتدين ما نقدرش نحكي معه، الله يرضى عليك والله يهديه ويهدينا اجمعين، ما بنقدر نحكي معه. بيت عربي وبتحدى اي بيت عربي الا ما يكون فيها الشخصيه اللي بيظل يلعب مناخيره. يا جماعه هذا بعطي نكهه للبيت يا جماعه، وبزت وين مكان ما بتفرق معه. بتحكي له يا حبيبي خلص ما بزي ابدا، يعني لدرجه انه لو بيلعب بلاي ستيشن تلاقيه بيلعب بلاي ستيشن ضاعت هجمه ما بقول هيك، لا هيك بعطيها، ما بقدرش يا جماعه. ما يا جماعه بالبيت العربي هذا الشخصيه اللي دائما مرخخ، دائما هيك ما بحبش يتحرك، يعني بيكون الشغله قدام ايده بس بقول لك ناولني اياه والله ماني قادر. على المطبخ بقول لك بالله يجيب لي كاسة مي معك، بتروح على الغرفه بالله يجيب لي الشاحن معك، يعني لون الحياه وانت رايح على الحمام بقول لك خذني معك، اعطيها معك، اقضي حاجتي معك. ايش عملنا هيك يا زلمه؟ انت ليش هيك يا زلمه؟ تحرك انت ليش اخوي يا زلمه؟ انت ليش اخوي؟ بنقدر نحكي يعطيكم العافيه، وان شاء الله اكون الاشي اللي حكيته انا متاكد انه من ضمن مجتمعنا، وان شاء الله افيد واستفيد.